أهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة عندنا طريقة سهلة لعمل بسكويت النشادر، ودي المقادير. أول حاجة هنجيب الزبدة، هيكون بدرجة حرارة الغرفة، ونبتدي نضربها بالمضرب الكهربائي لغاية ما تبقى معانا زي الكريمة كده. وبعدين هنبتدي ننزل بالسكر البودر، ونبتدي نضربهم لغاية ما السكر يدوب تماما. وبعدين هنبتدي ننزل بالبيضة بيضة، ونضربهم لغاية ما تختفي تماما البيضة. وهكذا. وفي اخر بيضة هنحطها هننزل بنص معلقة الفانيليا، سواء فانيليا سايلة او فانيليا سكر. ونضربهم لغاية ما ياخدوا معانا تقريبا بيكون زي الكريمة. وبعدين هندوب اللبن مع النشادر لغاية ما يفور معانا، وبعدين ننزل بيهم على الكريمة اللي احنا عملناها ونضربهم تاني. وبعدين عندنا بيكنج باودر ورشة الملح، هننزل بيهم على الدقيق ونبتدي نقلبهم كويس لغاية ما يروحوا في كل مكان من ذرات الدقيق، يعني ما يبانوش خالص. وبعدين هننزل تدريجي بالدقيق على الكريمة اللي احنا عملناها واحدة واحدة. ولو هنستخدم ماكينة البسكويت هنزود دقيق تاني، وهتبقى معانا بالقوام ده. وهندهن اي صينية بتاعتنا اللي هنحط فيها بزيت خفيف، وباستخدام كيس الحلواني وتقريبا البلبلة دي هنبتدي نحط فيها العجينة بتاعتنا، ونبتدي نعمل واحدة واحدة في الصينية. وهندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة تلت ساعة، أو على حسب درجة حرارة الفرن لما يستوي معانا. ولما بيطلع من الفرن بيكون طري شوية، بنسيبه ينشف في الهواء، ولما بينشف بنحطه في علب وبنقفل عليه كويس عشان لما بيتعرض للهواء بعد كده بيطرى. واللي يحب يحمره شوية من فوق ممكن، كل واحد على حسب رغبته. وأتمنى حضراتكم تجربوه، وانتظرونا في مزيد من الفيديوهات على مطبخ السعادة. بتمنى الفيديو كان عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناة. وممكن تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة أمام حضراتكم، وانتظروا المزيد من الأكلات الجميلة على مطبخ السعادة.